اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. ازيكم يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا يا بنات اليومين دول احنا بنعمل نواعم العيد. طبعا من نواعم العيد هنعمل مع بعض البسكوت. انا عامله البسكوت النهارده زي ما انتم شايفين كده، من غير نشادر ومن غير زبده. هقول لكم على المكونات بتاعتي والمقادير بتاعتي. اهم حاجه امشي على الخطوات زي ما انا عاملاها كده بالظبط، هيطلع معاكي بسكوت زي الفل. الكل هيشهد لك بقرمشته بطعمه الجميل بنعومته، هيطلع معاكي 10 على 10. واقولك كمان ازاي تسويه، وكمان هقولك ازاي تحفظيه ان يفضل لاخر بسكوتة بنفس طعم اول بسكوتة انت حطاها ومحتفظة بيها. يلا بينا كده نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا بنات انا معايا هنا 2 كيلو ونص من الدقيق، دي اللي هو المخبوزات. تمام، متعدد الاستخدام. ومعايا معايا بيكنج باودر، ومعايا فانيليا سايله، ومعايا ازازه روح البرتقان، ومعايا 6 بيضات، ومعايا كيلو سكر، ومعايا كيلو سمنه. دي مقادير، بس هي دي المقادير اللي انا عايزاها. اول حاجه كده هبتدي انزل كده بالسمنه بتاعتي، احطها كده في العجان. تمام. دي اللي بقى انا عايزه السمنه يا بنات، على فكره سمنه بدرجه حراره الغرفه، يعني مش مطلعه من التلاجة ولا اي حاجه. سمنه عاديه خالص اهي زي ما انتم شايفين، وفكه كمان. انا حطيتها كده في العجان، وهبتدي ازود بقى ايه، اشغل العجان. هشغل العجان لغايه لما السمنه دي لونها يتغير خالص ويفتحها وبيض جدا. هوريكم دلوقتي لونها هيكون عامل ازاي. وكمان معايا كوبايه من اللبن، الماده السائله معايا هنا هي اللبن. عايزه تعملي المقادير دي يبقى هتعمليها بالنص، يبقى تحطي كيلو وربع دقيق، ونص كيلو سكر بودر، ونص كيلو سمنه، و3 بيضات، ومعلقه ايه، بيكنج باودر، وروح البرتقال، وفانيليا. زي ما انتوا شفتوا كده يا بنات، انا دلوقتي هحط ايه، حطيت السكر. السكر بتاعي سكر بودر. تمام. عايزه تجيبي من محل مستلزمات الحلويات هاتيه، عايزه تطحنيه في البيت براحتك اللي يعجبك. طبعا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، يعني العجانه طيرت لي السكر زي ما بيقولوا كده. هبتدي كده انزل بقى بكميه السكر، لان انا ما كنتش حاطه يا بنات اللي هي البلاستيكه الشفافه، الغطا اللي بيكون في العجان. فطبعا هنا انا جبته وركبته عشان السكر ما يطرش تاني زي ما حصل من شويه. طبعا يا بنات المقادير دي امشي عليها صح، هتاكلي احلى بسكوت. وكمان لو انت عايز تخرجي اوردرات كمان تقدر ان انت تخرجي. وهقولك النهارده انا استخدمت ايه بديل المكنه بتاعه البسكوت. تمام. هادي كده تقليبه عشان السكر ينزل كده في السوائل اللي تحت، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. تمام. وبعد ما هقلبه كده شويه هبتدي اشغل العجان. تمام يا بنات. تمام. شايفين ما شاء الله القوام بقى بيزيد، يعني كل شويه القوام بيزيد. انا بس هضرب بس المواد السائله، وبعد كده هعجن على ايدي، مش هعجن في العجان، لان طبعا استحاله ان الكميه اللي معايا العجان ياخدها، لان العجان صغير مش كبير. زي ما انتوا شايفين بيبتدي نلف كده. وهنا بقى هنبتدي ان احنا بعد ما الخليط ده كله يتجانس مع بعضه، هبتدي ان انا انزل بالبيض بتاعنا. بس هننزل بالبيض بتاعنا ايه، هننزل بيضه بيضه زي ما انتوا شايفين كده. ادي كده حطيت اول بيضه، وطبعا ما بحطش البيضه التانية غير لما اتاكد تماما ان البيضه الاولانيه دي اختفت تماما، ما بقتش موجوده. تمام كده البيضه كده التالتة، وادي كمان كده يا بنات الرابعه، وادي كده هنحط الخامسه، ويبقى لسه فاضل واحده وهي الاخيره اللي هي السته. تمام. زي ما انتوا شايفين انا ما بحطش بيضه غير لما اكتشف ان البيضه اللي قبلها اختفت خالص. هنزل كده بشويه كده من الفانيليا البودر. تمام. وكمان هننزل بروح البرتقال، اللي هي دي ريحتها يا بنات تفتحوها تشموا كده ريحتها برتقال خالص، ريحتها جميلة اوي اوي اوي. تمام. كده يعتبر دي المقادير اللي هي الجافة. وانا حطيت كده بذرة ملح كده بسيطة خالص على الدقيق، وحطيت كمان على الدقيق معلقة من البيكنج باودر. تمام. كنت طبعا نخلاها. هنا انا حطيت اللبن مع الخليط السائل ده يا بنات، بس طبعا ده التليفون زي ما بيقولوا كده ما كانش راضي يصور ابدا يعني. فانا اقول لكم على الخطوات اللي راحت مني. يعني انا هنا حطيت بذره كده من الملح على الدقيق، والدقيق ده انا كنت حاطه عليه معلقه البيكنج باودر ونخلاه. وكمان ضفت كوبايه اللبن للسوائل اللي كانت في العجان، وخلطتها كويس جدا معاه. بعد كده يا بنات ببتدي ان انا انزل الخليط ده كله على الدقيق، وابتدي ان انا اقلبه كويس جدا لغايه لما احس ان الخليط ده كله بقى واحد. وبعد كده ابتدي ان انا اعجن فيه زي ما انتوا هتشوفوا كده معايا دلوقتي. شايفين انا كده بقلب فيه بالشكل ده كده بالمعلقه بالراحه، وبعد كده هقوم
ماسكاه عجناه كويس. تمام. بس البسكوت يا بنات ما بتعجنش قوي، يعني ما بتعجنش زي بقيه النوع من التانية، لان ده بتكون حاجه كده طريه وناعمه، فمش هينفع ان انتي تعجنيه قوي. هعجن بقى البسكوت بتاعي، وهنا بعد ما اتعجن شايفين بقى لونه وشكله عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله اكبر، حاجه بجد تحفه، ريحته حلوه قوي. هو هنا مش ناقص ميه على فكره، وهنا كمان مش ناقص مواد يعني هي اللي هي سمنه او كلام من ده، لا لا، هو مقادير دي مظبوطه بالظبط. هنا بقى جبت المفرمه، وهنا دي الفكره الجديده اللي جاتني. انا كده جبت المفرمة وحطيت فيها الوش بتاع مكنة البسكوت، وهبتدي بقى هنا ايه، هبتدي هنا ان انا اشتغل على المكنة. هي طريقة جميلة وسهلة جدا، وكمان في نفس الوقت بتأثر عليك مسافات الشغل بالمكنة اليدوية. يعني هنا بصوا، دي بتعمل البسكوت بسرعة جدا، يعني انا مش ملاحقة ان انا اخد زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، مش ملاحقة ان انا اخد ارص في الصينية زي ما انتوا هتشوفوا كده. شايفين انا مش ملاحقه ان انا اخد، بينزل على طول ازاي، ان انا اخد منها، فهي بتشغل مسافه ما هي بتشغل المفرمه، انا ما بلحقش ان انا اخد منها. زي ما انتوا شايفين كده بسوي كده، بس بسوي بالسكينه. تمام. وبفضل بقى اخد بقى بالشكل ده كده. تمام تمام يا بنات. يا ريت اللي لسه بيتفرج عليا او يشوفني لاول مره ما ينساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طبعا يا بنات انا مش هعمل كله كده جنب الكاميرا، او مش هصور كل البسكوتات جنب الكاميرا، لان طبعا انا هنا مش قادره خالص بجد والله، ولا قادره اقف. فهعمل معاكم الصينيه دي كده، وبعد كده هبتدي ان انا اخد المفرمه واخد العجينه بتاعتي، واقعد كده على الانتريه كده، ونقعد بقى نخلص مع بعض بقيه البسكوتات بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. تمام. بساوي بقى هنا، ببصوا لو بلاقي اي حاجة طويلة ولا حاجة انا بساويها يعني. تمام. ما شاء الله اللهم بارك، بجد يا بنات كانت ريحته تحفة، ريحته هايلة جدا، وطعمه كمان خطير، وسكره مظبوط. عايزة اقول نقطة مهمة جدا، لو انت حابة ان انت تزودي جوز هند مبشور، اللي هو الناعم يعني، زودي عادي مفيش اي مشكلة خالص. تمام. هنا بقى هنقول على شوية حاجات كده، هنقول الفرق بين بسكوت الزبدة وبسكوت السمنه اللي احنا عاملينه النهارده. هو يا بنات نفس الطريقه بالظبط، بس الفرق حاجه واحده، ان مكان ما بتحط زبده بتحط سمنه. تمام. يعني هنا زي مقادير ما انا شغاله كده دلوقتي بالسمنه، شيلي السمنه حط مكانها زبده. حلو حلو قوي. هنقول بقى برضو معلومه طويله، معلومه كويسه جدا يعني هقولها لكم النهارده. بسكوت السمنه اللي انا عاملاه ده، تقدري ان انت تعمليه او تعجني العجينه بتاعته وتسيبيه ساعه ساعتين لما تفضي خالص، وتيجي بعد كده تشكليه او تشتغل بالمكنه بتاعتك. ده بسكوت السمنه اللي هو اللي معايا ده. اما بسكوت الزبده وبسكوت النشادر، استحاله ان انت تسيبيهم، انت لازم اول ما تخلصي بسكوت النشادر او بسكوت النشادر او بسكوت الزبده، لازم تشتغلي فيه على طول. اول حاجة بسكوت الزبدة بيكون بدرجة حرارة الغرفة، وهتلاقيه ان هو البسكوت بتاع الزبدة لازم يشكل على طول، لان بيكون طبعا الزبدة بقت لينة مع السكر ومع الدقيق، فلازم تاخدي تشكلي على طول. كذلك بسكوت النشادر لازم يشكل على طول، ليه؟ لان طبعا احنا حاطين فيه نشادر، والنشادر مادة بتتفاعل، فطبعا لو سبناها كده هتفضل الخميرة بتاعتنا تتفاعل وتزيد وتزيد. وكذلك بتاع عجينة الزبدة اللي هي بسكوت الزبدة، لو احنا سيبناه هيفضل ان هو كل شوية لما تيجي تشتغلي بيه مش هينفع ان يشكل معاكي بالقمع. ليه؟ الزبدة بتاعتك هتنشف وهتجمد، فهتيجي تبص تلاقي اصبح معاكي عجينة يابسة، ما ينفعش ان انت تشتغلي خالص بيها بالقمع او بالكيس الحلواني. تمام تمام يا بنات كده لغاية كده حلو قوي كده. طبعا هنا هنيجي نقول انا هنا بعمل ايه بقى. انا هنا بقصقص كده العجينة بتاعتي كلها بالشكل ده البسكوت، وهدخله الفرن على الرف اللي في النص على درجة حرارة 200، بيقعد فيها يا بنات ما يزيدش عن 10 دقايق. بيطلع معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. شايفين بقى جماله، وشايفين قد ايه هو السمك بتاعه رقيق وجميل ازاي. شايفين ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، بجد بجد تحفة يعني. اتمنى تقولوا رايكم ايه في الفيديو النهارده وفي معلوماتنا، ويا ريت ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس
اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ويا رب دايما كده اكون عند حسن استماعكم. زي ما انتوا شايفين شكل بقى البسكوت. لو حابه ان انتي تحمريه شويه تقدري ان انتي تحمريه كده زي اللي انا محمراهم، اللي على اليمين. وبالنسبه على الشمال دول انا حبيت ان انا اسيبهم باللون اللي هو الفاتح ده. طبعا البسكوت ده كله يا بنات ناشف جدا وطعمه كمان تحفه. اتمنى ان انتوا تجربوه وتقولوا لي رايكم ايه فيه. شايفين جمال بقى البسكوت وشايفين نقشة البسكوت. اقول لكم مع السلامة وفي رعاية الله. سلام.